بالنسبة للصدمة الكبيرة لعشاق المنتخب السنغالي، فراه تقصد من كأس العالم بعد مباراة مجنونة ومليئة بالإثارة. ودع المنتخب السنغالي منافسة كأس العالم بعد خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في لقاء يبقى عالقا في الأذهان. المنتخب السنغالي دخل المباراة بقوة وفرض أسلوبه منذ البداية ونجح في تسجيل هدفين منحه أفضلية مريحة. الجماهير السنغالية كانت تحتفل وكل شيء كان يشير إلى تأهل مستحق للمنتخب السنغالي حتى الدقيقة 85، لكن المنتخب البلجيكي رفض الاستسلام في الدقائق الأخيرة وعاد بقوة وسجل هدف تقليص الفارق ثم هدف التعادل في الوقت القاتل ليجر المباراة إلى الأشواط الإضافية. في الوقت الذي كانت الجماهير تنتظر ركلة الترجيح، حصلت بلجيكا على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو لينجح اللاعب في تسجيل هدف الفوز ويقود منتخب بلاده إلى ثمن النهائي وسط حسرة كبيرة للاعبي السنغال وجماهيرهم. ورغم الإقصاء فالمنتخب السنغالي قدم مباراة قوية قريبا جدا من تحقيق التأهل، ولكن تفاصيل صغيرة وعدم القدرة على الحفاظ على النتيجة في الدقائق الأخيرة حالت دون ذلك. رأيكم ما هو السبب الحقيقي وراء خسارة السنغال؟